تعال بقى ندخل الجزئية التانية بعد الجبر من الكورس الخاص بالرياضيات، وهو من جزء الهندسة. في الهندسة يا شباب انت عندك بسم الله في أشكال عندنا مسطحة وأشكال مجسمة. الأشكال المسطحة 4 أشكال، مين ومين؟ المربع والمستطيل والمثلث والدايرة. الأربعة دول محتاجين نعرف فيهم قانونين: المحيط والإيه والمساحة. المحيط والمساحة في المربع والمستطيل والدايرة والمثلث. أما بقى الأشكال المجسمة دي محتاجين نعرف فيها الحجم. الأشكال المجسمة زي المكعب، متوازي المستطيلات، والأسطوانة والكرة. القوانين لازم تكون حافظها برضه عشان بنحتاجها برضه واحنا شغالين في المسائل. طيب تعالى كده نشوف مع بعض بسم الله. أول حاجة المربع. المربع طبعا معروف ليه 4 أضلاع متساويين في الطول. 4 أضلاع مالهم متساويين في الطول. طيب يا ترى محيط المربع بيساوي؟ أولا يعني إيه الفرق يا شباب بين المحيط والمساحة؟ ايه عشان برضه الناس اللي مش واخده بالها من الكلمتين دول. المحيط هو طول الحرف اللي بره ده. يعني دلوقتي لو انا قلت لك طول الضلع ده المسافه ده 5 سم، طب ما دي برضه 5 سم وده 5 سم وده 5 سم، يبقى المحيط بقى 5 في 4، طول الضلع في 4 صح؟ او ممكن اقول 5 زائد 5 زائد 5، بس الاسهل 5 في 4 طول الضلع في ايه؟ في 4. يبقى كده محيط المربع طول الضلع في 4. طب طول الضلع ده مثلا احنا هنسميه ال، هنسميه ال. طول الضلع هنسميه مع بعض ال. يبقى انت دلوقتي محيط المربع طول الضلع في 4 ال. طيب مساحة المربع، خلاص انت عرفت الضلع هو طول الحرف اللي بره ده. طيب المساحة، المساحة بقى هي بتبقى مساحة الجزء اللي جوه ده اللي انا مظلل عليه ده، مساحة الجزء اللي جوه ده. طيب المساحة دي بتساوي ايه؟ مساحة اي جزء اضرب طوله في عرضه. طب ده ال وده برضه ال صح كده؟ وده برضه طول ال. طب ال في ال يديك ايه؟ ال تربيع. طول الضلع تربيع، هو ده مساحة المربع. بس بعد كده يلا ادخل بعد كده على المستطيل. المستطيل يا سيدي ليه طول وليه عرض. ده طوله هنسميه ال، وده العرض بتاعه هنسميه دبليو مثلا. خلاص كده؟ له طول وايه وليه عرض. طيب المحيط، المحيط هو مجموع اطوال اضلاعه اللي بره دي صح كده؟ طب ده ال زائد دبليو زائد ال تاني زائد دبليو، يبقى كده ال زائد دبليو اتكررت كم مرة؟ اتكررت مرتين. طب ما تجمعهم وتضربهم في 2. يبقى ال زائد دبليو الطول زائد العرض يعني الكل في ايه؟ الكل في 2. عرفت القانون جه منين؟ طيب المساحة، مساحة بقى الجزء اللي جوه ده بقى حاصل ضرب الطول في الايه؟ في العرض ال في دبليو. ال في دبليو. ماشي يا حضرات؟ طيب تعالى بعد كده المثلث بقى. المحيط، المحيط هو مجموع أطوال أضلاعه، فاحنا هنسمي مثلا ده ال1 وده ال2 وده ال3. يبقى مجموع أطوال أضلاعه تجمع ال1 زائد ال2 زائد ال3. خلاص؟ طيب المساحة، المساحة هي نص القاعدة في الايه؟ نص طول القاعدة في الارتفاع. نص في القاعدة احنا مسمينها ال2. خلاص كده؟ في الارتفاع، مين الارتفاع في دول بقى؟ الارتفاع هو ضلع قائم من رأس المثلث ونازل عمود على القاعدة كده. ماشي يا شباب؟ هنسميه اتش مثلا، هنسميه اتش. يبقى نص القاعدة في الارتفاع اتش هاي. طيب انزل لي بقى على الدايرة. محيط الدايرة، محيط الدايرة طول الحرف اللي بره ده. خلاص كده؟ طول الايه؟ طول الحرف اللي بره ده هو ده مين؟ محيط الدايرة. طب محيط الدايرة بيساوي ايه؟ وطبعا الخط ده اللي في ده نص القطر. محيط الدايرة قال لك بيساوي 2 في باي في ار، 2 باي ار، حيث ار ده نصف قطر الدايرة، والباي طبعا 22 على 7. الباي دايما عندنا بكام 22 على ايه؟ على 7، او تقريبا 3 و14 من 100. خلاص؟ وار ده مين؟ نصف قطر الدايرة. طيب المساحة، مساحة الجزء اللي جوه بقى ده كله قال لك بيساوي باي ار تربيع. باي ار ايه؟ باي ار تربيع. باي في مربع نص القطر. تمام؟ طيب بالمناسبة المحيط بيقاس بالايه؟ بالمتر. اما المساحة الاريا تقاس بالمتر مربع. بالمتر ايه؟ بالمتر مربع عشان هي حاصل ضرب بعدين في بعض. خلاص؟ طيب بالنسبة بقى يا شباب لقانون محيط الدايرة ده، اللي عايز يعرف يعني هو جه منين. بص يا سيدي، هو طبعا كل ما يقسمه المحيط على القطر، يعني اي دايرة يرسموها ويقسموا طول الحرف بتاعها ده
على القطر بتاعها دايما يطلع لهم رقم ثابت اللي هو 22 عليه على 7. خلاص. كل ما يقسموا المحيط اللي هو طول الحرف اللي بره ده على القطر كله يطلع لهم دايما رقم ثابت اللي هو 22 عليه على 7. وانت ممكن تجربها مع نفسك. خلاص. او تقريبا 3.14% يعني. طيب المحيط على القطر، مش القطر ده اللي هو 2 ار، صح ولا ايه؟ القطر اللي هو مين؟ نص القطر ار، يبقى القطر كله ار وار يبقى 2 ار. فانت تعالى بقى المحيط بقى 2 ار في 22 على 7 طرفين فاصلتين، يعني 2 ار في 22 على 7 اللي هي الباي، اللي هي مين؟ الباي. يبقى 2 ار في باي او 2 باي في ار، 2 باي في ار. فهمت بقى؟ طيب بعد كده بقى يا شباب عايزين نحسب ليه الحجم، والحجم طبعا بيحسب للاشكال المجسمه بقى. يبقى انت عندك في اشكال مسطحه واشكال ايه؟ مجسمه. الاشكال المجسمه اول شكل معانا هو مين؟ المكعب. المكعب طبعا معروف ان هو بيبقى ليه 12 ضلع او 12 حرف كده، طبعا كلهم متساويين في الطول. هنسمي احنا طول الضلع الواحد هنسميه ال. خلاص كده. طيب حجم اي حاجه في الدنيا ايه؟ بتساوي مساحه القاعده في الارتفاع. طيب ده مثلا الضلع ده مثلا هنسميه برضو ال، ماشي. ده مثلا الطول، وده العرض هنسميه برضو ال، اللي هو الحته اللي جوه دي كده. والارتفاع برضو ايه؟ ال اهو. خلاص. فمساحه القاعده طول في عرض يعني ال في ال، والارتفاع برضو ال، يبقى ال في ال في ال، يبقى كده ال اس كام؟ ال اس 3. يبقى من هنا كده جايبين قانون الحجم. حجم المكعب يساوي طول الضلع تكعيب يا شباب. طول الايه؟ طول الضلع تكعيب. خلاص. طيب تعالى بقى متوازي المستطيلات. المتوازي برضه هو شبه المكعب، بس ممكن يبقى ليه ضلعين متساويين، وممكن تبقى اضلاعه الثلاثه غير متساويه، او ابعاده الثلاثه يعني غير متساويه. خلاص. يعني الطول والعرض والارتفاع ممكن يبقى فيه بعدين فيهم قد بعض في الطول، وممكن يبقى ايه؟ الثلاثه مختلفين لكن ما ينفعش بقى يبقوا الثلاثه متساويين، لان لو الطول والعرض والارتفاع متساويين في الطول هيبقى ايه؟ اسمه مكعب بقى. طيب فانت عندك ده مثلا الطول هنسميه مثلا ال. خلاص. وده العرض هنسميه مثلا دبليو، طول الحته ديت. وده الارتفاع هنسميه مثلا ايه؟ اتش. فخلاص الحجم بيساوي ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع. طب ما القاعده اللي تحت مساحتها هي نفس مساحه الوجه اللي فوق، صح ولا ايه؟ طيب مساحه القاعده طول في عرض ال في دبليو، والارتفاع اتش، يبقى ال في دبليو في اتش. عشان كده بنقول على طول حجم المتوازي طول في عرض في ارتفاع، طول ال في عرض دبليو في ارتفاع ايه؟ اتش. ماشي يا شباب؟ في ارتفاع اتش. طيب تعالى بعد كده على الاسطوانه. الاسطوانه برضو حجمها هيبقى مساحه القاعده في الارتفاع. طيب القاعده دائريه الشكل، خد بالك، ولها نص قطره هنسميه ار، ومساحه القاعده بتساوي ايه؟ دايره او مساحه اللي هي الوجه اللي فوق دايره، يبقى بي ار ايه؟ تربيع. طب الارتفاع اتش هنسميه اتش. خلاص كده. يبقى مساحه القاعده ايه في الارتفاع اتش، والاي دي طبعا باي ار تربيع لانها دايره، يبقى باي ار تربيع في مين؟ في اتش يا شباب. خلاص. موضوع سهل. طيب الكره لها قانون الحجم على طول 4 على 3 باي ار ايه بقى؟ تكعيب، مش تربيع، لا ار تكعيب. قانون حجم الكره فوليوم للكره بيساوي 4 على 3 باي ار ايه؟ باي ار تكعيب. ماشي يا شباب؟ ولها برضو يعني الكره لها قانون للمساحه، عرفوا برضو مش مشكله، بتساوي 4 باي ار تربيع، 4 ايه في باي في ار تربيع. دي مساحتها الكره، لكن مساحه الدايره باي ار تربيع، خد بالك. لكن لو انضربت في 4 تبقى دي مساحه مين؟ مساحه الكره. كده يا شباب خلصنا الجزء الخاص بالهندسه، جزء بسيط. القوانين دي بس لازم تبقى انت عارفها عشان هنستخدمها بكثره في المنهج بتاعنا طول ما احنا شغالين. خلاص. ندخل بقى بعد كده على الجزء الخاص بحساب المثلثات. يلا بينا.